هنا بليلى وهي قاعدة مع الدوق وبيتكلموا، وبيسألها الدوق في الوقت اللي شفتك فيه انت كنت ليه لابسة لبس خادمة، وبيكمل وبيقول لها في اليوم ده نبهني الكرويون ان ابن عائلة إيفريت اخد احدى خادمات قلعة فالنتينو غصب عنها. وبيقول لها انه لما سأل الكرويون قالوا له ان اسم الخدامة هو ليا. مش بس كده، ده قالوا انها بتيجي من وقت للتاني بتعطي للفقراء طعام وكمان هدوم وبطانيات. هو بيقول لها انها تكون صادقة معاه، وبيسألها اذا كانت بتساعد القرويين متنكرة كخدامة طول الوقت اللي فات ده. بتفكر ليلى في انها ما كانتش عاوزة تنسب الفضل لده، وبتتساءل اذا اعترفت ليه انها فعلا كانت بتساعدهم هيكون رد فعله ايه. هل هيتأثر بحقيقة انها فعلا عملت حاجة لطيفة؟ لكن بتقول هي ما بتعتقدش انها تكون مهتمة بشكل خاص بانها تشوف رد فعله، بس حست بالفضول على رد فعله قبل ما يفقد الذاكرة، لكن مش